وأنا أقول لكم وأختم يا أخوة، نصيحة مجرب. أنا اليوم أقترب من 60. والله يا أخوة، والله إن الإنسان إذا تقدم به السن يندم على اللحظات التي ضيعها وقت القدرة. كلما تقدم بك السن ثق تماما أنك ستضعف، ثق تماما أنك ستضعف وتعجز عن أشياء كنت تستطيعها. والله إن من أعظم ما يندم عليه الإنسان تلك اللحظات التي كان يستطيع أن يحفظ فيها، يستطيع أن يطلب العلم فيها، يستطيع أن يقوم الليل فيها، يستطيع أن يصوم فيها، ثم يعجز شيئا فشيئا. لا سيما إذا علم أنه إن كان مواظبا على شيء ثم عجز عنه يجري عليه أجره حتى يفارق الدنيا، فيندم أنه فرط هناك. ولذلك يا إخوة، وأنا أرى، لا أريد أن أقول أكثركم شبابا، أراكم شبابا، أوصيكم باغتنام هذا الشباب، باغتنامه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة، والله إن السعيد الذي عمر ما بينه وبين الله. والله لو كنت أخفى الناس ولا يعرفك الناس وليست لك قيمة عند الناس، لكن قلبك عامر وما بينك وبين الله عامر، فإنك أسعد الناس وأغنى الناس وأحسن الناس. فاعمروا قلوبكم وأحسنوا دروبكم ولا تلتفتوا إلى شيء. لن يرضى عنك كل الناس، بل كلما كنت خيرا كلما كثر من لا يرضى عنك، فإن أكثر الناس لا يرضيهم الخير. فلا تلتفت، اعمر ما بينك وبين الله بالحق، واثبت وسر حتى تلقى الله. فوصيتي يا إخوة هذا الأمر العظيم.